تعرفي ان في حاجات انتي بتصرفي عليها فلوسك بتخليكي تبقي فقيرة اكتر، وتعرفي ان طريقة صرف الفلوس، وتعرفي ان الناس الذكية والغنية بتعرف ازاي بالظبط تصرف فلوسها علشان ترجع لها تاني اضعاف مضاعفة. في الفيديو ده هقولكوا ايه هي مفهوم الفلوس، وازاي لما بتصرفي في حاجة ممكن ترجعلك الفلوس دي اضعاف او ممكن تطيرها الى الابد. وهحكي لكم كمان قصتي انا مع الفلوس ومع الحاجات اللي كنت بشتريها واللي لاحظت ان هي كانت بتضيع فلوسي على الفاضي. طيب ايه هي الفلوس؟ الفلوس هي عبارة عن طاقة، زيها زي اي حاجة تانية في الحياة بتدينا طاقة. فلما بتصرفي فلوس على حاجة بتديكي حاجة، بتديكي value. الفاليو ده بيديكي مشاعر، ومشاعر هي عبارة عن طاقة. الفكرة ان احنا بنصرف فلوسنا على الحاجات اللي بتدينا طاقة، ولكن ايه هي نوع الطاقة اللي بتديها لنا الحاجات دي؟ ومن هنا هدخل على الطريقة اللي انت مفروض تفهمي ازاي تصرفي فلوسك. اوكي، قبل ما اجي انا ادفع فلوس في اي حاجة في حياتي لازم افكر، هل الحاجة دي هتديني value، ولا انا عايزة الحاجة دي علشان شهوة عندي، علشان اشبع شهوة جوايا. بمعنى لو انا دلوقتي عايزة اصرف فلوس عشان اعمل هوم ديليفري، هل انا ما عنديش اكل في البيت؟ هل ما اقدرش اقوم واعمل لنفسي اكل صحي خفيف في البيت؟ ولا انا عايزة اصرف الفلوس دي علشان انا عندي شهوة اني اكل الحاجة اللي مش صحية دي، نفسي ان انا اكل الحاجة دي ورغم ان هي انا عارفة ان هي هتضرني ولكن انا عايزة اكلها. او لو انا عايزة اروح اشتري let's say شنطة، اوكي، فهدفع فيها مبلغ وقدره، هل الشنطة دي هتديني انا value؟ هتزود حاجة في حياتي؟ ايه نوع الفاليو اللي الشنطة دي هتديها لي؟ هتلاحظي ان الفاليو بتاع الشنطة دي هي عبارة عن شهوة، عبارة عن رضا للأنا السفلى بتاعتي، الإيجو بتاعي عايز يبقى لابس شنطة شكلها وسعرها والبراند بتاعها كذا علشان يتقال عليا ان انا شايلة شنطة غنية، وبالتالي ابقى رضيت عندي شهوة ان انا واحدة غنية ومعاها فلوس. ولكن actually لما تفكري فيها، هل الشنطة دي زودتك انتي كشخص كبني ادم؟ روحك، عقلك، صحتك، الشنطة دي زودتلك اي حاجة في حياتك؟ خلتك انتي احسن؟ الاجابة في الاغلب هتكون لا. وده للأسف معظم البنات والستات الحاجة اللي هم بيقعوا فيها، ان هم بيصرفوا فلوسهم علشان ياخدوا value مؤقتة، values بتيجي ثانية وتروح. بروح اجيب فستان، اغلى فستان ممكن اشتريه علشان احضر بيه عيد ميلاد صاحبتي او احضر بيه فرح بنت خالتي، علشان يتقال ان انا لابسة فستان شكله كذا والناس يعجبهم شكلي، واروح بالليل واشيل الفستان واحطه في الدولاب، وممكن ملبسهوش تاني لمدة سنة او ممكن ملبسهوش تاني للابد. والمبلغ اللي انا دفعته ده عطاني احساس، شعور بان انا ليا قيمة، شعور بان انا شكلي حلو، شعور بان الناس عجبهم شكلي، شعور بان انا لابسة فستان غالي. فبقى عندي already value مؤقتة بتيجي في ثانية وبتخلص في ثانية، ومش بترضي حد غير الأنا السفلى بتاعتك. علشان كده ساعات كتير تقعدي في تجمعات وفي أماكن هتلاقي فيها بنات كتيرة وستات كتير لابسين أحسن حاجة وأغلى حاجة، معاهم أحسن وأغلى أجهزة، شايلين أحسن وأغلى شنطة من وجهة المجتمع، أحسن وأغلى. أوكي، عاملين شعرهم، عاملين ضوافرهم، حاطين أغلى ميك اب، لابسين أغلى جولري. ولكن الستات دي معظمهم، وانا من تجاربي الشخصية لان من ناس انا اعرفهم قريبين في حياتي، ومن يمكن الوفات البنات والستات اللي انا قابلتهم بحكم شغلي وخرجت معاهم وقضيت وقت معاهم، فاقدر اقولك من خبرتي انا بحاجات شفتها بعيني، معظم الستات والبنات اللي بتعمل كده
فقط لجذب الانتباه وفقط لان هي تستنى ردود افعال الناس من بره، الستات دي دايما بتبقى عندها مشكلة ان هي تعمل فلوس اكتر، دايما بتبقى عندها أزمة أصلا إن هي تصرف. يعني هي بتصرف حاجات غالية ولكن بتطلع الفلوس بألم وبقلق، اللي هو أنا مش قادرة بس أنا هجيبها علشان الناس بتجيبها وعشان يتقال عليا إيه. فبتفضل إن هي تدور على شكلها بره عامل إزاي، بتعاني إن هي تدخل فلوس، دايما حاسة إن هي قليلة، حاسة إن هي مش كفاية، حاسة إن هي لازم يبقى عندها أكتر وتجيب أكتر. بتعاني كل ما يبقى عندها فاتورة أو لما تبقى قاعدة في مكان وعايزة تدفع وكذا. حتى لما بتدفع وشكلها مش بيبان إن هي مهتمة، لا مهتمة وبتفكر في الفلوس أكتر من ما انت تتخيلي. ليه؟ لأن الطريقة اللي احنا بنصرف بيها الفلوس هي اللي بتحدد إذا كانت الفلوس دي هترجع لنا ولا هتطير في الهوا ومش هترجع تاني. طيب ايه هي الطريقة اللي انا المفروض اصرف بيها فلوسي؟ قبل ما ادخل في الطريقة عايزة اقول حاجة. لو انتي واحدة عندك ملايين الدولارات ما شاء الله، بيدخلك دخل كبير جدا كل سنة او كل شهر، ومش عارفة هتودي الفلوس فين، وعندك فلوس زيادة وعايزة ان انتي تصرفيها على الحاجات الغالية، اهلا وسهلا. انا هنا مش بتكلم على الكاتيجوري ده، انا بتكلم على الكاتيجوري الست اللي هي حالتها متوسطة او اللي هي طبيعية وعادية ومش عارفة هي بتصرف فلوسها ازاي. اوكي، فايه هي الطريقة اللي انا المفروض اصرف بيها فلوسي؟ اول حاجة عايزة اتكلم عليها، انتي لازم يبقى عندك حتة ان انتي تكافئي نفسك. فان انتي تروحي تصرفي في حاجة غالية علشان تكافئي نفسك مفيش فيها مشكلة، ولكن بتحصل من وقت للتاني، مش دايما عمال على بطال انا عايزة اجيب ده عشان انا بكافئ نفسي. اوكي، في حاجات اساسية لازم تفهميها وتعرفي ازاي تصرفي فلوسك فيها علشان فلوسك ترجعلك، وهي بكل اختصار وبكل بساطة الحاجات اللي بتزود قيمتك انتي الحقيقية، الحاجات اللي بتزود من ذكائك، علمك، معرفتك، الحاجات اللي بتزود من صحتك، من جمالك الداخلي، الحاجات اللي بتزود من سلامك النفسي وهدوءك وراحتك وأمانك. لو حد جاله فلوس كتير وابتدى ان هو يصرفها بس على الشهوات وعلى ان هو يحقق قيمة مؤقتة او ان هو يرضي الأنا السفلى الايجو بتاعه من غير ما يفكر في بقية الحاجات دي الأساسية، للأسف الفلوس بتخلص بسرعة عندك، وللأسف ما بتعرفيش تعملي فلوس، وللأسف هتلاحظي ان اللي جاي على قد اللي رايح، ومهما بتشتغلي اكتر ومهما بتعملي اكتر برضو حاسة ان انتي ما عندكيش فلوس كفاية. وعشان كده انا هقولك السر، وهو ان انتي لازم ثم لازم اساسي كل شهر من اي دخل بيدخلك، اذا كنتي بتعملي مرتب من الشغل، بتاخدي سالري من جوزك، بتاخدي من اهلك، من باباكي، شغلك انتي الخاص، اي مبلغ بيدخلك في الشهر ايا كان هو ايه، اول واهم حاجة تعمليها ان انتي تقعدي تكتبي في ورقة انا هصرف كام على عقلي، هصرف كام على روحي، هصرف كام على جسمي. اوكي، ده الاساسي مفيش فيه نقاش. وفي حاجة رابعة كمان هقول لكم عليها ايه هي، بس خلينا في الثلاث حاجات دول. طيب انت قصدك ايه يا مريم بان انا اصرف على الحاجات دي؟ قصدي ان انا لازم اخصص جزء معين من الفلوس اللي بتدخلي ان انا اطور من عقلي، اطور من المعلومات اللي عندي، اتعلم، افهم، اثقف نفسي، اشتري كتاب، اخد كورس، اشتغل مع كوتش، اجيب منتور واتعلم حاجة جديدة، اصرف على حاجة نفسي اتعلمها، عايزة اعرف ازاي اعمل سوشيال ميديا، عايزة اعرف ازاي اكون ديزاينر، عايزة اعرف اي حاجة عايزة تفهميها تطورك انتي، تطور عقلك، لازم تحطي بادجت. انا نفسي صرفت آلاف الدولارات من غير مبالغة
على ان انا اتعلم الحاجات اللي انا بحبها، على ان انا اتعلم الحاجات اللي هتطورني انا في المستقبل، اللي هتخلي شخصيتي دلوقتي مش زي شخصيتي من 5 سنين فاتوا، اللي هتخليني عقلي ينور، افهم اكتر، اعرف عن نفسي، اطور شخصيتي، اتشافى انا صرفت مبلغ وقدره ومش ندمانة، بالعكس، لان كل حاجة انا صرفت فيها فلوس رجعت لي شخصيتي او عملت شخصيتي اللي انا عليها دلوقتي. صرفت مبالغ على كوتشز، انا بشتغل ولحد دلوقتي مع كوتش في استراليا، هي اللي ساعدتني كتير في رحلة التشافي بتاعتي، وان انا اخرج من كل الحاجات الصعبة اللي كنت بمر بيها في اخر 3-4 سنين. فصرفت علشان يجيلي قيمة، وهي ان الست دي عندها علم وعدت بحاجات انا ما عدتش بيها، وعندها خبرات في الحياة، وعندها مفهوم ومنظور طورت حياتها، فهتعرف تطور حياتي بالحاجات اللي انا هاخدها منها، صح؟ وده بالظبط اللي حصل. دفعت فلوس علشان اخد قيمة، اخد علم، اخد نفع، اخد خبرات ممكن هتاخد مني انا سنين وتضيع مني انا حياتي على ما اتعلمها. بدفع فلوس علشان اخدها. بدفع فلوس في كتاب، صرفت كتير على كتب علمتني وطورتني وغيرتني جدا. بصرف على كتب، بصرف على كورسز، بصرف على منتورز، بصرف على كوتشز. دي الحاجات اللي هتطور من عقلي، اوكي؟ ومش لازم تبقى حاجة كبيرة، لو انتي مش قادرة او لو انتي دلوقتي امكانياتك ما تسمحش، مش لازم تبقى حاجة كبيرة او ضخمة، بس حاجة بسيطة كل شهر. حتى لو ان انتي تجيبي اصغر كتاب في الحاجة اللي انتي بتحبيها، اللي هتطور لك عقلك ومعرفتك وهيحسن من شخصيتك. والحاجة التانية اللي احنا المفروض نكون بنصرف عليها فلوسنا، وهي الجسم. انا دلوقتي بصرف ايه على جسمي؟ النهاردة لازم انا ابقى عارفة انا صرفت، انا جبت اكل، كلنا بنروح السوبر ماركت وبنشتري اكل، مظبوط، بس هل عمرنا بنلاحظ ايه نوع الاكل اللي احنا بنجيبه وبندخله جوه جسمنا؟ ايه هو الاكل اللي احنا بنجيبه بيعمل لنا فاليو، بيطور مننا او بيدخل جسمنا ويدينا النيوتريشنز اللي احنا محتاجينها ويحسن بشرتنا ويحسن شعرنا؟ ولا بنروح السوبر ماركت ونشتري اي حاجة قدامنا وخلاص، نجيب مكرونة ونجيب عيش ونجيب حاجات مسكرة وهكذا، وعصاير وحاجات بس بتملى البطن. على قد البادجت اللي عندك حاولي على قد ما تقدري تجيبي أكل صحي يفيد جسمك، لأن كل لما هتصرفي على الفاليو العليا اللي هتزود الأنا العليا بتاعتك، شخصك انتي، جسمك، عقلك، روحك، كل ما الفلوس هتزيد أكتر عندك. كل لما الفلوس، يعني انت بتدي قيمة للفلوس بان انت بتشتري بيها الحاجات اللي ليها قيمة، والفلوس كمان هتديكي قيمة بان هي هتبدأ ان هي تجيلك وتدخل حياتك. وتالت حاجة وهي ان انت لازم تصرفي على روحك. طيب قصدك ايه ان انا اصرف على روحي؟ قصدي بالكلام ده ان انت تصرفي على الحاجات اللي بتخليكي حاسة بالامان، الحاجات اللي بتخليكي حاسة بالسلام، الحاجات اللي بتخليكي ريلاكسد. زي مثلا ان انت تعملي بادجت ان انت تروحي مرة في الشهر مثلا تعملي مساج، مرة في الشهر تعملي مثلا ساونا، مرة في الشهر تروحي مثلا تحضري ريتريت معين ومع ناس عايزة تسترخي، تسمعي ميوزك هادية، تروحي حفلة فيها مثلا ميوزك تريح أعصابك. لو مش قادرة تعملي الحاجات دي، اعرفي انتي بتصرفي فلوسك على ايه. لما مثلا انا بدخل على اليوتيوب، انا بعرف انا بعمل سبسكرايب لايه. هل القناة دي هتفيدني انا ان انا اطور من نفسي؟ هل الشخص اللي انا بتفرج عليه ده بيحسسني ان انا هادية ورايقة وبيطورني، بيطور شخصيتي، بيعلمني؟ ولا I'm in for the run، يعني بقينا بنجري ورا الحاجات السريعة والشورتس والريلز والحاجات اللي هي بسرعة عشان نضيع وقت وخلاص. فلازم تبقي عارفة ان اليوتيوب ده مش ببلاش، انت بتدفعيه بالفلوس بتاعة النت، صح؟ فكل دقيقة انت بتقضيها تتفرجي فيها على حد، اتأكدي ان انت تكوني بتتعلمي حاجة،
بتطوري عقلك، بتطوري نفسك، او على الاقل تكوني بتسمعي ميوزك هاديه تريحك وتريح اعصابك وتريح روحك. فاحرصي دايما ان انتي تبقي عارفه انتي بتحطي فلوسك فين. ما تخليش الفلوس تيجي وتروح من غير ما افكر، من غير ما ابقى عارفه انا صرفت فلوسي فين. لان انتي لو ما قدرتيش الفلوس كمان مش هتقدرك. لو ما عرفتيش انا بحط فلوسي فين كل يوم، الفلوس مش هتيجي في حياتك. هتحسي دايما ان انت عندك قله، هتحسي دايما بالنقص، هتحسي ان مهما بعمل مش قادره اكفي نفسي. وانا قصتي مع الفلوس بصراحه حصل معايا موقف واتكسفت قوي قوي من نفسي، وقررت ان انا مش هكون الشخص ده تاني. بسبب شغلي القديم انا كنت بسافر دول كتير قوي في العالم، وكل ما كنت بروح ازور دولة كنت بلاقي نفسي بشتري حاجات كتير قوي. بشتري هدوم ليا، بشتري اي حاجة بقى ممكن تتخيلوا، حاجات للبيت، هدوم ليا، جزم، شنط، هدوم، حاجات كتير قوي. ولما جيت مؤخرا انقل من دبي لتركيا، نقلت حياتي وكان لازم افضي البيت، صح؟ فمن غير مبالغة، literally من غير مبالغة، 4 شنط تقريبا قد كده من الارض لحد هنا، كبار، شنط سفر كلها هدوم وشنط وسكارفز وجزم وسليبرز وحاجات كتير قوي اشتريتها، ومش فاكرة ان انا لبستها، او يمكن لبستها مرة او 2 وما لبستهاش تاني. معظمها حاجات جديدة جبتها من بلاد كتيرة، وللأسف كنت مكسوفة قوي من نفسي ومكسوفة قوي من ربنا، وحسيت ساعتها بالذنب. طلعت الهدوم دي صدقة، ولكن أنا وعدت نفسي وعد، أنا مش هصرف فلوسي إلا لما أبقى عارفة 100% إن الحاجة دي هتديني قيمة، وإن الحاجة دي أنا فعلا محتاجاها. سبب الهدوم اللي احنا بنلبسها إن هي تدفينا وتسترنا، مش بنلبس علشان بس الشكل. الهدوم ليها سبب ان احنا نبقى مستورين ونبقى متدفيين، اوكي؟ فان انا اروح واشتري كمية هدوم بس لان شكلها حلو، بس لان هي عليها اوفر، بس لان شفت صاحبتي لابسه زيها، بس لان هي طالعه موضه، او علشان انا في بلد ما فمش هعرف اجيب الحاجه دي تاني فاشتري بقى على قد ما اقدر. بجد اتعلموا من غلطتي، لان انا اتكسفت قوي من نفسي لما شفت المنظر ده، ووعدت نفسي ان ده مش هيتكرر تاني. وده كمان كان سبب كبير قوي من اسباب ان الاقي صعوبة في ان انا يبقى عندي تيسير اكتر في موضوع المال. ساعتها كان البيت مليان حاجات انا مش بستخدمها، كنت عمالة اصرف 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 واشتري واشتري واشتري، وحاجات انا literally مش بستخدمها، ضيعة عليها فلوسي وعلى امل ان انا ممكن استخدمها، ولكن انا ما استخدمتهاش. وضيفي على كده بقى مش بس الهدوم، كنت بشتري حاجات زي ديكوريشن للبيت، زي مثلا كاندلز، كنت بجيب حتى كوفيز من بلاد مختلفة، كنت بجيب كوفي كابسولز، قهوة، وبتفضل عندي كتير من كترها انا ما كنتش بستخدمها. فانا بقول الكلام ده ليكوا دلوقتي كاعتذار مني قدام ربنا على اللي انا كنت بعمله، في ان انا كنت بضيع الفلوس، وان انا كنت استحق ان حياتي يبقى فيها لخبطة بسبب الفلوس وبسبب الطريقة اللي انا كنت بتعامل بيها مع الفلوس. الفيديو ده كان نصيحة من قلبي، وزي ما انتوا عارفين انا الفيديوهات بتاعتي كلها it's not scripted، يعني مش بكتب اي سكريبت عشان احكي لكم منه، انا بحكي لكم خبراتي وبقول لكم النصايح بتاعتي كاختكم، ممكن صاحبتكم او بنتك او ايا كان. عايزة انشر كل الحاجات اللي انا اتعلمتها واللي استفدت منها واللي ضيعت فيها سنين من عمري عشان اتعلمها. عايزة اعلمها لاكتر عدد من الناس على قد ما اقدر، لان دي حاجة دلوقتي بقت بتساعدني قوي. فلو عايزة تفهمي اكتر عن نفسك وتتعلمي، دي بنتي بتلعب في الستارة، لو شايفين الستارة بتتحرك، اوكي، عمالة تلف حواليا، فانا اوكي هخلص الفيديو واجي. فلو الفيديو فادك ولو عجبك، اتمنى ان انتي تكتبي في الكومنتس تحت تعليقك وتقولي لي رأيك، وتقولي لي استفدتي ايه، وتقولي لي تجربتك كمان مع الفلوس، وانتي في انهي مرحلة دلوقتي في حياتك،
واتمنى ان انتوا تعملوا لايك وسبسكرايب وخليكي موجودة في القناة عشان انا متأكدة ان انتي هتستفيدي اكتر من الفيديوهات الجاية. واتمنى كمان ان انتي who are you talking to who is this who is this your friend. ولو ده اول فيديو ليكي مبسوطة ان انتي كنتي هنا واتفرجتي وسمعتيني، واتمنى ان انتي تشوفي الفيديوهات اللي فاتت عشان اكيد هتفيدك، وتستني الفيديوهات الجاية علشان متأكدة ان هي اكيد هتطورك وتوصلك لأحسن نسخة من نفسك. شكرا ليكي وباي باي، اشوفكم في الفيديو الجاي.